من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. استكمالا للقائنا في متحف الزعفران وجولتنا في متحف الزعفران، احنا هنا في وسط يمكن من احد اشهر اهم المجموعات اللي موجوده في المتحف، هي مجموعه الاثار المصريه، ودي بترجع لعصور مختلفه، بتركز على جوانب مهمه جدا في التاريخ المصري القديم. قرص الشمس وده بيدعمه عمود حجري من الخلف، وده طبعا هو غير كامل، ولكن هو قرص الشمس كان احد قمم التماثيل الضخمه اللي كانت موجوده على المعابد. طبعا قرص الشمس ده بيجسد الاله امون رع او الاله اتون، كلا في مسماه وكلا في فتره شروق الشمس بيختلف مسميات اله الشمس. لو نظرنا الى هنا احد التوابيت الموجوده، وتابوت لشخص مدعو اسمه امفري من العصر المتاخر. فكره التابوت هي فكره متاصله جدا منذ بدايه فجر التاريخ، كماده وكصنع وكعنصر موجود في الدفن. يمكن في عصور ما قبل التاريخ بدا بدفنات بسيطه في باطن الارض، مع تطور الحضاره وتطور الموارد بدا يبقى في عنصر التابوت اللي هو بيحوي جثمان المتوفى. طبعا اختلفت المواد اللي خاصه بيه، الحجر والخشب والكرتوناج وسيلفر وكمان ذهب، واختلفت الاشكال بتاعته، منها الاشكال المستطيله والاشكال الادميه زي يمكن الشكل اللي موجود قدامنا ده. طبعا هنا بيوضح الشكل اللي يمكن بياخد ملامح الادميه اللي بتحمل شكل المتوفى نفسه. بيغطي كمان على السطح الخارجي للتابوت تعاويذ سحريه وصلوات الغرض منها هي حمايه جثمان المتوفى. يمكن هنا بنركز كمان على بعض التعويذ اللي بعد قراءتها بعد مراسم الدفن بيستطيع ان هو نفري يستفيد ينتفع منها في العالم الاخر. لو وجدنا كمان احد اهم بقول عليها المين اوبجكت الخاصه بمجموعه هنا، هي تمثال برونز لإمحوتب. إمحوتب هو فلكي وطبيب ومهندس وكمان كبير كهنه. إمحوتب بدأ شهرته من الأسرة الثالثة فترة الملك زوسر. هو كان هو المصمم الخاص بالمجموعة المعمارية الهندسية الخاصة بملك زوسر، وأول من استخدم الحجر في البناء. أشهر طبعا أبنيته هو الهرم المدرج الخاص بملك زوسر، بالإضافة لحمله كثير من الألقاب زي ويرماؤو اللي هو كبير الرائين، بمعنى كبير الرائين الفلكيين اللي هو بيرصد حركة النجوم. طبعا التماثيل البرونزيه اللي بالشكل ده يمكن موجوده قصادنا هنا بالشكل ده وجدت لإمحوتب في فترات كثيره جدا. هو بجسته جالس دايما، وقنصوه قصيره جدا على راسه، وكمان عباءه قصيره بيرتديها.
التمثال المقابل ليه تمثال واتس حاتب، وده تمثال جالس لأحد كبار النبلاء المصنوع من الحجر الجيري، بيظهر الهيئة الملكية أو الشبه ملكية الخاصة بكبار النبلاء والموظفين في القصر الملكي. لو وجدنا في الجهة المقابلة هنجد مجموعة من الأواني الفخارية. الفخار مهم جدا في أي موقع أثري، من خلاله بنعرف تاريخ الموقع ده وعلاقاته وتأثيراته الخاصة ب الاقتصاد والصناعة، لأنه هو كمان بيستخدم في الحياة اليومية، فبالتالي بنقدر نكشف عن جوانب كتير خاصة بالحياة اليومية الخاصة بالموقع المكتشف. لو وجدنا هنا تمثال، أحد التماثيل المهمة جدا هي الجزء السفلي من تمثال الملك رمسيس الثاني. طبعا رمسيس الثاني ملك عظيم جدا، عاش في الأسرة 18. التمثال غير كامل، ولكن مقارنة بنقش متحف اللوفر نجد ان نقدر نعمل اعاده تصور لوضع الملك وهو جالس على وساده، وكمان الاصبع الايسر في فمه، وده يمكن بيؤدي الى وضع مهم جدا ظهر بدايه من الدوله القديمه، هو وضع الملك الطفل. ننتقل هنا كمان لمجموعة أخرى من التماثيل الموجودة ضمن مجموعة الآثار المصرية في متحف الزعفران. أبرزها يمكن تمثالين بهيئة تماثيل الكتلة. تماثيل الكتلة ظهرت في الدولة الوسطى، وهي يمكن نزعة فنية ظهرت للفنان من خلالها بيقدر يلاقي مساحة أكبر لكتابة النصوص والتعويذ والألقاب الخاصة بالشخص الجالس. هو دايما بتشكل من كتلة واحدة بيظهر بث منها الإيدين متربعين وكمان الرأس. المساحة اللي بيكتب فيها تعويذ وصلوات خاصة بالمتوفى أو الشخص اللي موجود. استمرت تماثيل الكتلة حتى يمكن نهاية العصور المتأخرة. نجد كمان أحد اللوحات الجنائزية الموجودة هنا لحورسة إيست. اللوحات الجنائزية كمان عنصر مهم جدا في طقوس الخاصة بالدفن، وهي بتسجل دايما المتوفى يتعبد أمام أحد الآلهة. هنا نجد حورسة إيست بيتعبد أمام الإله رحور أختي. كمان اللوحة المقابلة بتمثله كمان في هيئة مع زوجته. نجد هنا كمان أحد الهريمات. الهريمات هنا دي عنصر معماري ظهر بداية من الدولة القديمة، وكان بيعلو قمة الأهرامات، ولكن كان بيظلم الذهب حتى يستطيع عكس أشعة الشمس، لأن تنشر الشمس في جميع أركان الأرض. نجد كمان هنا تابوت من مكتشف في تونة الجبل في المنيا بالعصر المتأخر. زي ما أوضحنا سابقا أن التابوت عنصر معماري مهم جدا، من خلاله بيتم دفن المتوفى، بتنقش تعويذ وصلوات عليه، الغرض منها حماية الأعضاء الخاصة بالمتوفى. كمان من خلالها بيتم تجسيد للآلهة الحامية. يمكن هنا أهمها إيزيس ونفتيس ونيت وسيركت. كمان هنا يمكن على الجزء السفلي نجد أنوبيس، وهو إله الموتى في العالم الآخر. بعض كمان النصوص الجنائزية المكتوبة باللغة الهيروغليفية تحيط التابوت، الغرض منها حماية وبعض التعويذ الخاصة بالمتوفى في العالم الآخر. هننتقل لجزء مهم جدا في المتحف، وهو نموذج محاكاة لورشة التحنيط داخل غرفة التحنيط، وإيه هي الخطوات اللي بتتم على المومياء أو الجسم البشري في سبيل الحفاظ عليها تأكيدا لفكرة البعث والخلود والحياة في العالم الآخر.
طبعا الجسم البشري كان مكون من عناصر كتير جدا، منها عناصر ماديه ملموسه زي الاسم والجسم والقاء اللي هي القرين، والباء اللي هي الروح، كذلك الشوت او الفطره او الروح النقيه، والرن اللي هو الاسم. دي كلها عناصر بيتم الحفاظ عليها عن طريق التعويذ، باستثناء بس الغت او اللي هو الجسم البشري، ده اللي كان بيحافظ عليه عن طريق عمليه التحنيط. اول خطوات التحنيط هو نقل الجثمان لورشه التحنيط، اللي احنا يمكن شايفين نموذج محاكاه ليها باستخدام باستخدام طبعا القطع الاثريه الموجوده. هنجد كمان ان في بانرز بتوضح خطوات التحنيط محيطه على الجدران الداخليه الخاصه بعمليه التحنيط. اول ما يتم نقل الجسم لورشه التحنيط بيتم عمل تطهير للجسم بشكل كامل. بعد كده بيتم نزع المخ عن طريق كسر عظم التجويف الانفي ونزع المخ عن طريق خطاف طبي. طبعا اللي بيقوم بعمليه التحنيط هو كبير الكهنه المحنطين، وده كان ضروري جدا انه يكون كيميائي رائع وطبيب كمان مفيد جدا، لان هيبقى عارف في علم التشريح كل تفصيل وكل التفاصيل الخاصه بالجسم البشري. بعد ما يتم نزع المخ من عظم التجويف الانفي بيتم وضع بعض السوائل المذيبه لاذابه الاجزاء المتبقيه. بعد كده بيتم عمل شق في الجانب الايسر من الجسم لاستخراج الاحشاء الداخليه والامعاء، وضعها في 4 أواني بعد تحنيطها، وضعها في ملح النطرون. بعد كده بيتم وضع الجسم بشكل كامل في حوض من ملح النطرون لمدة 40 يوم. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها، صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.